السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحاب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده رجعنا لكم فيديو جديد وتحدي جديد. هو النهارده يسألنا في كل القصص اللي فاتت واللي هو حكاها لنا. انا خايفة. يا واحد قبل ما نبدأ لايك واشتراك وفعل زر الجرس. يلا. انا الاول. انت الاول؟ اي سؤال؟ لا مش اي سؤال. اي سؤال. طب مين اللي كلمت سيدنا سليمان وهو كان ماشي هو والجنود؟ اللي كلمت سيدنا سليمان وهو ماشي هو والجنود. احنا ما خدناش القصة دي. ها؟ ستنا اسماء. مش عارف اقول لي مش عارف. مش عارف. ها؟ وانت مش عارف؟ احنا ما خدناهاش. ايه؟ مش فاكر. لما سيدنا سليمان كان ماشي هو والجنود في حاجة كلمته. النملة. النملة. بعد ايه هو اللي ايه؟ طب قالت له ايه؟ استنى يا محمد، قالت له ايه؟ ها؟ النملة قالت لي مين؟ اللي سيدنا سليمان ايه؟ ما اعرفش انا. هي ما قالتش لسيدنا سليمان، هي كلموا بعض قالوا ايه؟ لا ادخلوا منازلكم ايها النمل حتى يا لا أيها النمل سيدنا حتى لا يحطمكم سليمان. وسليمان بقى راح جده. سليمان ده سيدنا يعني سيدنا سليمان عليه السلام. هو الرسول النبي اللي بيسمع دبة النملة. كل نبي كان ليه ربنا جعل له معجزه. سيدنا سليمان كان بيكلم الطير والنمل وكان بيكلم كل حاجه، كان بيعرف لغتهم. طب مين النبي اللي كان قوته بتوازي 10 رجاله؟ استنى يا محمد. اسكت. سيدنا لا سيدنا يوسف. لا سيدنا يونس. لا اقول سيدنا موسى. شاطر يا محمد. اسكت بقى يا عم. طب عرفنا ازاي؟ عشان هو كان في بنتين عايزين يشربهم، فهو دول البير دوت 10 رجاله بيشيلوه، فهو شاله بايد واحده وخلوهم يشربهم وحطوا تاني. راحوا لابوهم وابوهم قال لهم ايه؟ هاتوا له الرسول دوت وقال لهم ما كانوش يعرفهم. هاتوا لي الفتى ده اللي هو ايه؟ اللي هو كان ايه؟ اللي هو رفع الغطا وسألهم وكده. طيب انت ما جبتش ولا سؤال. انا مش عارفه. طب انا اقول لك سؤال. طب مين النبي اللي اخواته رموه في البير؟ سيدنا يوسف. طب ليه؟ علشان ما كانوش بيحبوه عشان استنى يا محمد. ايوه صح. عشان ابوهم كان بيحبه هو واخوه الصغير، فهم بقى كانوا متغاصين منه. الحمد لله قلت سؤال. طب ماشي. طب انت ما جبتيش سؤالين، هو جاب سؤالين وانت جبت سؤال. عادي الحمد لله اللي انا قلت. كان اول غزوات الرسول كانت ايه؟ رسول مين؟ سيدنا محمد. استنى. السحر. اول غزوات، اول حروب الرسول. اقول القرآن. غزوة احد. لا غزوة بدر. صح. غزوة بدر. طب الغزوة اللي الرسول اتهزم فيه اللي المسلمين اتهزموا فيه؟ عارف غزوة احد. طب اتهزموا فيها ليه؟ عشان هم كانوا واقفين تحت او عشان الرومان. عشان اللي بيموت منهم احنا مسدساتهم ما فيش مسدسات بقى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه يعملوا حرب غزوة بدر، فخد 10 من المسلمين وحطهم على نص الجبل من فوق. كان اسمهم ايه؟ الرومان. على اساس ما يجي حد من الكفار يضربهم، هم دولت يضربوه باللسهم من فوق. ما كانش بقى المسدسات والحاجات دي. بعدين موتوهم كلهم. فلما المسلمين وهم على الارض قتلوا بالكفار وخلاص الكفار بداوا يسحبهم، الرومان نزلوا بداوا يجمعوا خلف تعليمات الرسول اهو اللي هو القائد بتاعهم في الحرب. نزلوا قعدوا ياخدوا ايه؟ اللي هي الحاجات اللي وقعت منهم والغنائم والحاجات دي. فكان القائد من الكفار لما شافهم نزلوا من على الجبل قام لافف من ورا وقام ضرب المسلمين والمسلمين هزمهم في المرض. طب المسلمين اتهزموا في موقف حصل للرسول في الحرب في الغزوه ديت. لا الرسول ما ماتش. أشيع اللي هو مات. طلع إشاعة اللي هو مات، هو ما ماتش. ايه اللي حصل للرسول بقى ساعتها؟ هو موت الكفار
مش قلنا اللي سنته اتكسرت واشيع اللي هو ايه؟ مات. بس سنته اتكسرت، مات ازاي؟ ده بسبب غزوة أحد إيه؟ أنا ما أعرفش حاجة في الحاجات دي. أنت فاشلة. أنا عارفة غزوة أحد إيه؟ غزوة بدر إيه يا محمد؟ السبب غزوة بدر. ما أعرفش مش كان إحنا قلنا غزوة بدر سببها اللي كانوا الكفار كل ما كان المسلمين يطلعوا بالتجارة كانوا الكفار يطلعوا معاهم يقتلوهم. أنا فاكرها قوي. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم عرف ان ابو سفيان جاي بقافله فقال لك ايه عاوز الرسول حب يجمع المسلمين وعاوز يطلع عليهم. كان عامل 300 لا هو لا تدعى التاني اللي كان عامل 300 ال 300 ديت كان عدد المسلمين في غزوه بدر. انما كانوا الكفار كانوا 3000 كده يا ماما كده. فلما اسمه الرسول طلع على ابو سفيان عشان ياخد القافله منه عملوا ايه؟ ابو سفيان كان طبعا راجل بتاع حرب وكان عارف كده فقام غير ايه الطريق بتاعه وقام رايح بعت لهم هناك في قريش اللي هم ينجدوه. وطبعا لما ابو سفيان راح قال لك خلاص قالوا خلاص. عرفنا بقى غزوه بدر ايه اللي حصل فيها؟ احنا هنقول لمريم سؤال. الكيكه هتحمر. يلا كل قبل ما لازم يجي ياكل. خلصتي؟ انت اجبتي سؤالين صح ومحمد اجب سؤالين صح. ايه اجبت سؤال؟ لا سؤال ما قال سيدنا يوسف برضه. انت مين النبي اللي اتحط في الصندوق واترمى في البحر؟ سيدنا يوسف، سيدنا يونس، سيدنا موسى. سيدنا موسى صح. طب مين ماشي مين النبي اللي ابوه حلم؟ سيدنا يوسف. أني لا اللي ابوه حلم اللي هو بيذبحه عشان انت بتستعجل في السؤال. سيدنا محمد. لا غلط. أبو بكر. لا ايه أبو بكر الصديق. مش عارف اقول مش عارف. سيدنا اسماعيل. صح. طب ابوه مين؟ ابوه مين؟ ابوه كان نبي اللي حلم اللي هو كان بيذبحه. قول. أبو بكر الصديق. غلط. كل اسئلتك غلط عشان انت بتتسرعي. استنى يونس. لا ما تقول قول مش عارف. لو انت مش عارف قول مش عارف. ابو الانبياء مين؟ ها؟ ماما ابو الانبياء. ماشي. استنى. سيدنا آدم. لا سيدنا إبراهيم. لا في فرق بين أبو الأنبياء وأبو البشر. أبو البشر سيدنا آدم. أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم. أنا كده جاوبت برضه. هتعرف ان سيدنا يوسف حفيد من أحفاد سيدنا إبراهيم؟ حفيد يعني إيه؟ يعني من ذريته. احنا في ذريته. من أولادهم. بابا يعني لما يجي مثلا الجد الأب الأحفاد كده لغاية ما تنزل كل دي أحفاد دي اسمها من أحفاده. زي جده بعدين أنت بعدين هو جده. بابا احنا في المدرسة بيقولوا اللي فيه 2 اخوات رسل اخوات فرسول بس زي سيدنا آدم ولد نحن واخوه التاني ولد اللي هما بتوع اسرائيل دول. لا وبيقولوا اللي احنا ولاد عم. لا هي مش كده. هقول لكم انا ايه حاجه حلوه. سيدنا ادم لما ربنا خلق سيدنا لا انا اقول لكم القصه دي فيديو تاني لان القصه دي قصه طويله وعاوز اتكلم فيها كتير. ماشي يلا اسال. يلا باي باي. واكتب لهم في حاله رجل.